اهلا بيكم. النهارده اقول لكم على بديل لمرقه الدجاج، بس قبل ما نبتدي ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في التعليقات، وما ننساش اللايك والاشتراك في القناه. كل اللي هقوله لكم ده كلها حاجات طبيعيه ومضمونه وموجوده في كل بيت. اول بديل معانا اللي هو الخل. هنجيب معلقتين من الخل ومعلقه دقيق وبهارات اللي احنا عايزينها، اللي احنا بنحبها، اي نوع بهارات، ونقلبهم كلهم مع بعض. ده هيدينا طعم مميز وحلو قوي. هنضيفه على الخضار بتاعنا، هيخلي الطعم حلو جدا. تاني حاجة ان احنا هنجيب يا اما شوربة فراخ او شوربة لحمة، وطبعا دي طبيعية وناجحة ومضمونة، فهنستعملها بقى للرز او للخضار والطواجن، طبعا احسن من الحاجات الصناعية اللي احنا مش عارفين مكوناتها ايه. تالت حاجة ان احنا هنجيب بهارات، اي بهارات بقى احنا عايزينها، بصل بودر مع توم بودر، ونحطها على البهارات اللي احنا عايزينها، البهارات الاساسية. ونضيفها بقى، نحط معاها ممكن قرفة وجنزبيل، دي هتخلي طعم الاكل حلو قوي. كمان ممكن احنا نعمل مكعبات المرقة، زي نجيب بصل وجزر وكرفس، ونجيب طماطم وقطعة ورك فرخة، ونجيب كزبرة ناشفة وكزبرة خضراء، ونحط عليها حبهان، ونحط عليها ورق لورا، ونحط عليها ملح وفلفل اسود، ونحط عليها كمون، ونحط عليها توم بودر وبصل بودر ونص كوباية زيت، ونحط عليها كركم، ونحط كاري، ونحط معلقتين دقيق، ونسلق كل ده مع بعضه. وبعد ما يبرد خالص نحطه في التلاجة ونقطعه قطع، هيبقى حلو قوي قوي برضو. ونحطه في الخضار اللي احنا عايزينه والاكله اللي احنا عايزينها. معانا برضو ممكن نجيب خضار وشوية وحتة فرخة، ونجيب البهارات برضو اللي احنا عايزينها، ونضربهم كلهم في الخلاط لغاية ما يدينا السمك اللي هو الكريمي. وبعدين نشوح 4 معالق دقيق، وندلق الحاجات دي كلها على الدقيق، ونقلبهم كلهم مع بعض كويس قوي. وبعدين نجيب قوالب مدهونة بالزيت ونحطها فيها، ونحطها بعد ما تبرد نحطها في التلاجة. وهنستعملها احسن من اي حاجة صناعية احنا بنجيبها منعرفش هي محتواها ايه، ودي مضمونة وطبيعية وطعمها حلو قوي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ومع السلامة.